كيفكن حبايبي؟ عيلة طرب طبخ. بكرة عيد ميلاد بنتي، فعم جهز له من قبل بكم يوم. فهلا أول شي بجهز عجينة البرك. شايفين هلا عم حط له طحينات، بدي 8 كاسات طحين تقريبا كيلو. طبعا انتو كاستكم. وهي خامسة. يلا برجع لكم. هلا عندي 8 كاسات طحين، طبعا كلهم من نفس الكاسة مشان العيال يطلع ظابط. بدي عليهم رشة ملح. وهلا بنتقل لهدول. بدي كاستين 3/4 مي. تمام. رح خليها تغلي وبرجع لكم. هي الطريقة بالعجينة هي حصرا للفريزة، يعني مشان قد ما اخذت وقت بفريزة ما بيأثر. وهلا حبايبي بعد ما المي غلت معي غلت مزبوط، بدي انزل عليهم نص كاسة زيت مازولا. تمام. بدي انزل عليهم معلقتين سمنة كبار. هي حصرا للبرك القلي. بدي انزل عليهم معلقتين سكر ورشة فانيليا. هلا بنحركهم، مع انه انتم بتعرفوا انه انا مالي شاطرة بالعجين، قلت لكم بفيديوهات سابقة، بس تعرفوا عيد ميلاد بنتي فبدي جازف بدي اتعلم. هي عيد ميلادها 14/2 يعني بكرة، بس طبعا الفيديو ما رح ينزل لكم بكرة، بينزل لكم بايام تانية. يلا بشوفكم. وهلا حبايبي بدي انزل بالخلطة كلها اللي صارت على الطحين، طبعا شوي شوي. اكيد ما راح هلا نحسن ندعكم بالايد لانه كتير سخنين. هي الطريقة لشو حصرا للبرك المقلية، واذا قعدتوها سنة بالفريزر ما بصير لها شي. هيك حبايبي بعد ما حركتها رح استناها 5 دقايق واعجنها وفرجيكم اياها هي معجونة خالصة، لانه هلا كتير سخنة. هيك العجينة صارت معي بعد ما جوزي دعك لي اياها، لانه انا ايدي بيجعوني ما بحسن عليها. هلا بدي ابشر القشقوان وبرجع لكم. بعد ما فردت العجينة حبايبي بدي وزع شوية قشقوان كل قرنة. شايفين هلا هيك حطيت جبنة. هلا بدي اقلبها هيك. تمام. بقلبها وبرجع لكم. وهيك بعد ما سويت كم وحدة، بس ما راح احسن نكمل بقية الكمية معكم مشان الفيديو ما يكون كثير طويل. يلا بشوفكم بعدين. هيك حبايبي بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا حاطة بين كل طبقة وطبقة نايلون. هذا كرار النايلون. بشوفكم بالفقرات الجاية. سلام. كيفكم حبايبي؟ وهي رجعت لكم اليوم. بدي اعمل لها سكسة. هلا اليوم بدي اعمل سكسة. طبعا انا ما فرجيتكم من الاول لان انا سبق ومنزلتها، بس رح لكم شو عامله اليوم. عندي كيلو بسكوت مقطعته كسرته عفوا، وعندي هون كاستين كاكاو خام مر، وكاسة حليب تقريبا بودرة جافة، هالمرة حاطة شوية اضافات زيادة، وظرف قهوة سريعة التحضير حاطة نص كاسة سكر، طبعا انتو حلاوتها بتحبوا. وعندي هون كاسة حليب حاطة تقريبا معلقتين زبدة. يلا هلا بدنا ننزل الحليبات فوق هدول. هلا رح ننزلهم. طبعا انا اذا اعتزت حليب فرح ارجع اضيف. تمام. بس بدي يطلع القوام معي تقيل، ما بدي ياخذ مريق. يعني هي فيها تعديل بسيط عن السكسي ليزي كيك اللي عملناه. تمام. وهالمرة بدي اعملها رولات، ما رح احطها ببريكس. تمام. يلا برجع لكم. وهيك حبايبي بعد ما الخليط صار معي جاهز، طبعا انا هالمرة كمان ما شفتوني طبخته على النار لانه عندي الحليب سخن. تمام. بس هلا رح صفيهم بالمنخلة تحسوا بان لقيتها كتولات معنا.
شايفين؟ يلا برجع لكم. وهلا راح نقلب عشان الصوص معي يتجانس مع كمية البسكوت. شوفكم الطريقة اللي بعدها. وهي مديت سلوفانة معي، تمام، وراح وزع الخليط عليها. ما نشوفكم بس يصير رول. وهيك الرول صار جاهز معي. شوفكم بأكلة تانية. سلام كن حبايبي. وهي فقرة اليالنجي. سويت التتبيلة، طبعا فرجيكم اياها في فيديوهات قادمة ان شاء الله. وهي عندي انا الورق، عندي اياه كان بالقطرميزات، تمام. طلعته فورت عليه وهلا بدي اشتغل فيه. شوفكم اتخلص لف او يلا فرجيكم وحده. هي حطينا شوي من الرز. هي صارت معي ورقاية. يلا شوف بعد ما صاروا لفيتهم. شوفكم هلا بدي اعمل جيلي. شوفكم بوقت الجيلي. طبعا رح فرجيكم اياهم بالزبادي، ما رح صورهم. خلصت الجيلي معي، هي الكمية كلها، تمام. بشوفكم هلا حبايبي. انا اسفة امبارح ما فرجيتكم الكريم كراميل، فليكم شوفوه. شايفين ما احلاهم. وهلا طبعا هساوي البشاميل. كمان ما رح تشوفوا تفاصيل كتير، بتعرفوا انتو عجقة الحفلات وهيك بكون الواحد مشلوش. وهي المعكرونة انا سلقتها وجهزتها، وهي البقدونسات اللي فرمناهم. هلا ايمت بشوفكم، ايمت يا حذركم وقت ما نمد السفرة. وهي شو هون في ورق العنب. يلا بشوفكم بحب هيك حبايبي. زينا وكانت الزينة، وعلقنا اسم هايدي، وعلقنا البولين. يعني كانت الزينة ما أحلاش. وهلا بتشوفوا مدة الطاولة بعد هاي اللقطة. طبعا اجاها بوكيه ورد كتير حلو لهايدي. هذا هو من رفيقتنا، كان من أهضم وألذ الهدايا اللي اجتها بعيد الميلاد، فحبيت صوره. كتير بشكر على الهدية الحلوة، كتير كانت مزوقة، يسلم ايديها. وهي هلا السفرة معي مثل مو شايفين. كل شي اشتغلناه انتو كنتوا معي بكل تفصيل. بحب اشكركم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل اشعار بكل فيديو انا بنزله. شو بدي اقولكم كمان. بحب اقول لبنتي كل عام وهي بألف خير، عقبال المليون سنة حبيبة قلبي. بتمنى يلا بشوفكم فيديو جديد وتاريخ جديد، وان شاء الله كل ايامكم حب وسعادة. بحبكم كتير. سلام.